ازاي في فود بلوجرز او معنى صح الناس اللي بتعمل تحديات اكل دول بياكلوا سعرات حراريه كتير جدا، ولكن برغم كده بتلاقيهم جسمهم حلو جدا وما بيتخنوش، زي مثلا سحس او كابتن جبري، الناس المنتشره عندنا في الوطن العربي، وفي ناس طبعا بره كتير. الموضوع ده فيه اكتر من سبب بيخليهم كده، وانا هشرح لك الموضوع. اول حاجه وده العامل الاساسي ورقم واحد هو السعرات الحراريه. طبعا القاعده معروفه واللي ما فيش عليها اي جدال، واعتقد كلنا متفقين عليها، ان فكره حرق السعرات الحراريه في الجسم عباره عن التالي: في سعرات داخله وفي سعرات خارجه. السعرات الداخله دي هي السعرات اللي انت بتاكلها، والسعرات الخارجه دي اللي انت بتحرقها. طبعا لو انت دخلت سعرات اكتر من اللي انت بتحرقها، ده معناها كده ان انت وزنك هيزيد. طب لو انت دخلت سعرات او بتاكل سعرات اقل من اللي جسمك بيخرجها، ده معناها ان انت كده هتخس. وطبعا لو اللي داخل قد اللي خارج، ده معناه ان انت تفضل ثابت في مكانك. النقطه بقى اللي اغلب الناس بتقع فيها هي فكره ان السعرات مش بتتحسب اليوم بيومه، لا، الموضوع بيكون كمجمل، بمعنى صح بيتحسب بالاسبوع او الشهر. يعني مش اللي المفروض تبص عليه مثلا تقعد تقول انا خدت النهارده 1800 سعره، طب امبارح خدت مثلا 2000 سعره، وهكذا. لا، ده مش المفروض تبص عليه. اللي تبص عليه اخر الاسبوع او اخر الشهر، السعرات كمجمل كانت قد ايه. فاللي انت بقى بتشوفه الفود بلوجرز ليه في يوم مثلا اخد اكتر مثلا من 10000 سعره حراريه في يوم واحد بس، ولكن انت ما شفتوش باقي الايام. لا، باقي الايام بتلاقيه بياخد سعرات قليله جدا. ليه؟ عشان يعوض اللي عمله في اليوم ده. وبتلاقي اصلا اغلب السعرات اللي بياخدها دي بتكون من البروتين. تاني حاجه بقى الكتله العضليه. في قاعده بتقول كل ما يكون عندك كتله عضليه اكبر، كل ما الحرق بتاعك بيكون اكتر بدون حتى ما تعمل مجهود. يعني لو جبنا شخصين الاثنين نايمين على السرير مش بيعملوا اي حاجه، ومثلا الاثنين برضو مثلا 90 كيلو، الاثنين وزنهم 90 كيلو، بس في واحد 90 كيلو بس عنده كتله عضليه كبيره، واحد 90 كيلو بس اغلبهم من الدهون وكده، هتلاقي لا، رغم انهم هما الاثنين قاعدين نايمين مش بيعملوا اي حاجه تمام، ولكن هتلاقي اللي وزنه 90 كيلو بس من العضلات عمال يحرق سعرات حراريه اكتر على مدار اليوم. وطبعا لو شفت واحد زي سحس اكيد باين عليه الكتله العضليه الكبيره. وفي بحث شفته في جامعه نيو مكسيكو كان سنه 92، هكون سايب لينك البحث في الديسكربشن تحت. فالبحث ده بقى بيقول ايه؟ بيقول لكل كيلو عضلات انت بتكتسبه بتحرق له في اليوم 15 سعره حراريه بدون اصلا ما تعمل اي مجهود. زي ما قلت، كل ما بتزيد كتله عضليه كل ما بتحرق اكتر. ثالث حاجه التمرين والكارديو. طبعا مش محتاج اقول لك تمرينه الحديد بتحرق سعرات كتير جدا، يمكن كمان تكون اكتر من تمرينه الكارديو بتاعتك، وده بسبب ان السعرات اللي بتحرقها من تمرينه الحديد بتاعتك بتكون باسيف، او معنى صح سعرات سلبيه. يعني مثلا بعد ما بتخلص تمرينه الحديد بتاعتك وانت مثلا ما بتعملش اي مجهود، ان شاء الله حتى وانت نايم بتقعد تحرق سعرات زياده بسبب تمرينه الحديد دي. ليه بقى؟ بسبب الجسم بيقعد يستهلك السعرات دي عشان يصلح الالياف العضليه اللي انت قعدت تكسر فيها في وسط التمرين. وطبعا مش محتاج اقول لك اللي بيعملوا تحديات اكل دول بتلاقيهم بيعملوا كارديو كتير جدا، بحيث انهم يعوضوا قدر المستطاع من السعرات اللي هم بياكلوها. يعني مثلا لما بتابع اغلب اللي بيعملوا تحديات الاكل دول، لما تتابع بقى الروتين اليومي بتاعهم وكده، بتلاقيهم مثلا ايه، كل يوم بيعمل كارديو ما لا يقل عن الساعه. ويعني مثلا تلاقي في الكارديو اللي هو عمله في اليوم ده حرق ما لا يقل عن 500 600 سعره. نقطه ثانيه بقى، وده في اغلبهم، انهم بياخدوا هرمونات، او بمعنى صح بياخدوا التستوستيرون. وطبعا لما بيكون عندك هرمون الذكوره اعلى، ده معناها ان انت بتحرق اكتر وبتبني كتله عضليه اكتر. نقطه ثانيه برضو الجينات. بصراحه كلمه حق، الجينات بتفرق في حياتك بشكل كبير جدا. بصراحه في الجينات ممكن تكون انت بتعمل اللي عليك او بتبذل قصارى جهدك، ولكن الموضوع بيكون مش باختيارك. تلاقي مثلا حاجه جات لك غصب عنك. مثال حاجه مثلا زي الصلع الوراثي او السكر. ممكن تلاقي شخص مهتم جدا بشعره، ومثلا مثال اللي عندهم سكر تايب 1، شخص لسه بيتولد تلاقي عنده السكر على طول. يعني ده مش هنقعد نقول بقى ايه ده لحق ياكل جانك فود بقى واكل مش صحي وكده، لا، لسه شخص مولود. فالموضوع ده بيكون عباره عن جيناتك. ففي ناس بتلاقي جسمها بطبعه بتحرق اكتر من ناس تانية، ده جيناتهم الوراثيه. انا عارف اي نعم بيكون في معادلات لحساب السعرات الحراريه اللي انت محتاجها على مدار اليوم، وانا طبعا عامل سلسله حلقات عن الموضوع ده، ولكن برضو الجينات بتفرق. ولكن برضو ده ما يكونش عذر. يعني على سبيل المثال لو انت شخص جينات عيلتك انهم تخان مثلا، او معنى صح الحرق عندهم ضعيف، ده مش عذر ان انت جسمك ما يتطورش او تخس. ويا ريت تشوف فيديو الترانسفورميشن بتاعي. انا مثلا من الناس اللي جينات عيلتي في حوار الحرق ده صعب جدا، فاتمنى تشوف الفيديو ده. فاعتقد كل الاسباب اللي انا لسه قايلها من شويه دي هي اللي بتخلي عندهم اولا الحرق عالي جدا، فده بيخليهم عندهم القدره انهم ممكن ياكلوا كل السعرات الحراريه دي وجسمهم يفضل برضه كويس. ولكن انا طبعا ما انصحش اي حد يعمل الموضوع ده بسبب ان انت ما عندكش كل الصفات اللي عندهم دي. وبرضه حتى لو عندك الصفات اللي عندهم دي، انا ما انصحش تعمل كده. ده مش افضل حاجه للصحه العامه. الموضوع مش بيكون مجرد سعرات حراريه بس، لا، انت لما بتعمل حاجه زي كده، وطبعا هم كمان بيكونوا عرضه للكلام ده، ان ممكن احتماليه ان يجي لك الكوليسترول او مثلا انسداد في الشرايين، مثلا امراض القلب عامه. ده بسبب ايه؟ ان انت مثلا بتدخل سعرات حراريه عاليه قوي مره واحده، وبسبب الاكل اللي مش صحي اللي بيكون فيه نسب كوليسترول عاليه قوي، اكل مش صحي تماما، فممكن بيسبب الاسباب دي. ولو في اي حد عنده اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.